حبايبي، فيديو بعد طول غياب. سامحوني بقالي فترة ما بعملش فيديوهات، ظروف الشغل كانت صعبة شوية. ان شاء الله بدأنا في موسم الغلة متأخر، بس ان شاء الله يكون موسم بإذن الله موسم خير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم اول فيديو في سلسلة فيديوهات تعليمية ان شاء الله تكون مفيدة جدا زي السنة اللي فاتت لاخواتنا وحبايبنا المبتدئين. ان شاء الله هيكون موضوع كل فيديو عن طريق التعليقات. اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله تكون موضوع فيديو في بدايه كل طلع الصيد زي السنه اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم في عجاله كده ازاي تختار مكان مميز تعمل فيه دور غله. ازاي تختار مكان يكون فيه احجام كويسه ويكون مميز في صيد الغله. افضل مكانين تعمل فيهم دور غله: رقم واحد قدام محطات الرفع ميه سريعه، وتاني مكان تعمل فيه دور غله تحت الكباري زي الدور بتاعنا كده. انا لما بصطاد اعمل دور غله تحت الكباري. طيب ايه العله؟ العله قدام محطات الرفع تبقى الميه سريعه، بيبقى فيها ايه؟ اكسجين عالي عن اي مكان تاني. فالسمكه في موسم الغله في الحر بتدور فين؟ على اكسجين في الميه، بيبقى موجود في تيارات الميه العاليه، والسمك الكبير بيبقى واقف في تيارات الميه العاليه دي. الصيادين اللي عندهم خبره عارفين الكلام اللي انا بقوله. وتحت الكوبري عشان بيبقى عامل ظل، وبيبقى فيه حجاره، وجنب رجول الكباري السمك بيبقى ايه؟ واقف ومتمركز تحت الكباري. فان شاء الله تعمل دور غله تحاول تنقي المكانين اللي انا بقول لك عليهم دول. وكلمه سر في دور الغله مش هقوله لك برضه غير الصياد اللي عنده خبره في صيد الغله. لما تيجي تعمل حواش في دور الغله لازم تركز انك تعمل الحواش بتاعك بالحجاره. هات كده يا محمد الدور بتاعنا. بصوا يا جماعه الدور بتاعنا عامل ازاي؟ حجاره دي كده بيئه طبيعيه للسمك. فالسمك يا جماعه بيخش في دور الغله واخد الامان وطالع لك على الجرف منين؟ من الحجاره. تلاقيه داخل بيسحب من جنب الحجاره، يقعد يخطف في المرايه وياخد منك الغله. حاول على قد ما تقدر لو المكان بتاعك مش حجاره تحاول تجيب صخرتين 3 كبار وترميهم على اول المرايه من تحت. السمكه هتخش من جنب الحجاره تسرق الغله. ان شاء الله النهارده دي تاني طلعه لينا. طلعنا طلعه اللي فاتت ما صورتش فيها، زي السنه اللي فاتت بالظبط. لا تمام زي السنه اللي فاتت. تعمل الدور هيبتدي معاك بشاير، هتاخد سمكتين 3 4. كل طلعه هتلاقي الدنيا بتتحسن معاك اكتر، تاخد 3 4 سمكات مع شويه خنيني لحد كل ما ترمي غله وتعلف، كل ما كميه السمك هتزيد معاك في الدور. فان شاء الله دي تاني طلعه، احتمال نطلع كمان طلعه او طلعتين لحد ما السمكه تحضر في الدور زي السنه اللي فاتت. ان شاء الله السمك يحضر في الدور يطلع يقرب على المرايه، هنوقف الريشه ونشتغل لطش بالطريقه الخاصه بتاعتنا. وان شاء الله باذن الله نتفرج على حاجات حلوه باذن الله. ربنا يكرم النهارده، ربنا يرزقنا بسمكتين ان شاء الله نصوروهم في اخر الفيديو. بسم الله ما شاء الله. بشاير الدور الجديد يا جماعه، اول طلعه بعد ما عملنا الدور. ان شاء الله تبارك الرحمن، ان شاء الله تبارك الرحمن. تاني حته بشاير الدور الجديد زي السنه اللي فاتت بالظبط. تعرف الدور تنزل اول يوم تلقط سمك، اوعى تلقط سمكتين 3، الله المستعان. اول علفة تاني علفة نفس القصة، تلقط شوية خنيني تاخد لك دكارين 3. مرة في مرة تلاقي الدور زي السنة اللي فاتت كده، هتلاقيه مليان سمك تحت. غير واشتغل لطش تاخد من عليه احلى خير بقية الموسم. ان شاء الله اللي جاي احلى ان شاء الله تبارك الرحمن. اول حتة النهاردة متصلح، لقطت شوية خنيني زي ما بقول لكم. ده اول دكر، ان شاء الله ربنا يكرم بسمك تاني تدريجي. طلعة عن طلعة تلاقي الموضوع ايه؟ الكيرف بيعلى معاك لحد ما تلاقي الدور مليان سمك داخل على المراية. اشتغل لطش وموته ضرب. دعواتكم. حتة خنيني يعني ما شاء الله حلو. شايفين السمكه رجاله في قلب الدور؟
لحم واقف. ادي يا عم اللي بقول لك لطش والسمك بيطفش ودور الغلة بيبوظ. ده اللي عايم بس، والبوصة محطوطة وانا قاعد اهو. شايفين المنظر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. دور الغلة معلوف صح. اسمع بقى من اخوك، شعره وقع في صدى الغلة، تلاقي الدور بنفس المنظر كده. شايفين السمك عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. لحم. تخيل بقى اللحم ده كله تحت منه جوز شوليت.